تخيل شخص واقف قدام كتيبة إعدام، والشخص ده لسه في عز شبابه. عينه في عين الشخص اللي شايل البندقية. الرصاصة خلاص هتطير وهتمسح اسمه من الدنيا. يا ترى إيه أول حاجة ممكن الشخص ده يفتكرها؟ هل هيفتكر مراته وولاده، ولا هيفتكر لحظة ندم عاشها؟ الكولونيل أورليانو بوينديا كان مربوط في الشجرة ومستني النهاية ومستني الإعدام. ما فكرش في الحاجات دي، فكر في لحظة بعيدة قوي من طفولته. افتكر اليوم اللي والده خوسيه أركاديو بوينديا خده معاه عند واحد غجري عشان يشوف حاجة ما يعرفهاش ولا عمره شافها في حياته. الحاجة دي كانت التلج. كان عايشين في الصحراء، وفجأة بيكتشف إن في حاجة كده بيضة وباردة ويقدر يلمسها ويحط إيده عليها. من اللحظة دي أورليانو اتغير وبقت لحظة سحرية في حياته. ده كان أول المشوار، مشوار 100 سنة من السحر والحرب والعزلة القاتلة. مشوار عيلة كاملة. العيلة دي هتبدأ وتكبر وتتمحي عشان ما فهمتش إن تاريخها كان لازم يتغير، وإن التكرار ده هيقضي عليها. يا ترى إيه اللي وصل الكولونيل ده للإعدام؟ وإيه هي اللعنة اللي خلت عيلة كاملة تفضل تكرر نفس المصير لحد ما تنتهي؟ قبل ما أحكي لك الحكاية ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والتعليق الجميل. وطبعا كالعادة لازم نبدأ من أول السطر مع إيمان. حكايتنا اللي بدأناها بالمشهد اللي فات هي حكاية 100 عام من العزلة، الرواية الرائعة اللي كتبها الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، واللي فاز بجائزة نوبل في الأدب سنة 82. والرواية دي كانت عبارة عن تجسيد أو استعارة لتاريخ أمريكا اللاتينية عموما. حكايتنا بتبدأ في حتة اسمها ماكوندو، مكان معزول محدش سمع عنه. مكان كان فيه السحر والواقع مجدولين كده موجودين مع بعض. و... وكانت بتحكي عن عيلة بوينديا. كل حاجة بدأت بواحد اسمه خوسيه أركاديو بوينديا وزوجته أورسلا. بنرجع لبداية حفل زفافهم اللي كانت كل القرية فيه فرحانة، لكن كان فيه خوف من الأهل. كانوا خايفين قوي. ليه كانوا خايفين؟ لأن خوسيه وأورسيلا قرايب. جواز القرايب ده يجيبوا أطفال مشوهين، خاصة النبوءة كده بتقول إن لو حد اتجوز في العيلة دي وهيجيبوا أطفال فهيخلفوا طفل بديل خنزير. وكانوا خايفين جدا من الحكاية دي، عشان كده قرروا إن هم يهربوا من القرية ويبعدوا عن أهلهم نهائي. خوسيه أركاديو كان شايف إن العالم محتاج بداية جديدة، بعيدة عن الفساد والحرب والبشر. كان شايف إنه أحسن حاجة يتعزل في مكان لوحده ويبعد عن كل الشر ده. ما كانش يعرف إن اللي بيبتدي بالعزلة بينتهي برضه بنفس العزلة. السبب التاني اللي خلوهم يهربوا ويبعدوا عن أهلهم غير خوفهم من موضوع النبوءة هو إن خوسيه في البداية بعد ما اتجوزوا بفترة كده قتل واحد من قريته. وهنا ماركيز بيورينا إن الشخص اللي اتقتل ده قعد فترة طويلة كل حتة يروح فيها خوسيه يلاقي المقتول ده ماشي وراه، فكان هيتجنن. فقرر إن هو يسيب المكان ده خالص ويمشي. وفكروا إن هم يهربوا، وفعلا مجموعة من الشباب صغيرة كده معاهم، وبدأوا رحلة صعبة جدا عشان يلاقوا مكان يستقروا فيه. وفي الآخر وبعد تعب كتير لقوا مكان. قالوا خلاص احنا هنزرع هنا وهنبني بيوتنا. وبكده اتولدت قرية ماكوندو. خوسيه أركاديو كان راجل عنده فضول ملوش حدود. كان بيحب يعرف كل حاجة، وكان بيقعد ساعات طويلة جدا مع واحد غجري اسمه ميلكيادس. ده كان بيجي مرة في السنة، وكل مرة كان بيجيب له حاجات غريبة وعجيبة، عجيبة بالنسبة له يعني. مرة جاب له مغناطيس، أو مرة جاب له عدسة بتجمع الشمس ويحرق بيها الورق. طبعا انت دلوقتي شايف الحاجات دي حاجات عبيطة، أيامه كانت تعتبر اختراعات جامدة جدا. فضل كده لحد ما في آخر مرة جاب له حاجات غريبة. قال له شوية كلام كده عن المعرفة والزمن والموت. ومن بعد الزيارة دي ملكيادس اختفى، ومن بعدها خوسيه مرجعش زي الأول أبدا. فضل يدور على الحقيقة لحد ما اتجنن فعلا وبقى يتصرف بشكل غريب. وربطوه في شجرة كبيرة في وسط البيت لحد آخر يوم في عمره. ودي كانت بنشوف نهاية صعبة شوية لمؤسس عيلة بوينديا وهو مربوط في الشجرة. أورسلا هي اللي شالت كل العيلة على راسها، هي البوصلة والذاكرة،
هي اللي بتحاول ما تخليش العيلة دي تضيع. خوسيه وأورسلا خلفوا ولدين، أورليانو وخوسيه أركاديو. أورليانو كان هادي ووديع وشايل هم الدنيا كده، وخوسيه أركاديو كان المجنون المتهور العنيف اللي ما بيحبش غير نفسه. أورليانو طلع شاعر، لكن بعد شوية السياسة شدته ودخل في حروب أهلية ما بتخلص بين الليبراليين والمحافظين، وبقى اسمه الكولونيل أورليانو بوينديا. ده اللي احنا بدأنا بيه القصة بتاعتنا. أورليانو شارك في حوالي 32 حرب أهلية، خسرهم كلهم. عشان كده بعد فترة الكولونيل رجع لماكوندو بعد ما زهق من السياسة وحاسس انه ولا حقق نصر ولا قابل حب حقيقي في حياته. رجع وفضل يعمل حاجة واحدة بس، كان بيجيب الذهب ويصنع منه عصافير في المعمل بتاعه، وبعد كده يرجع يسيحها ويعمل عصافير تانية غيرهم في شكل متكرر لفعل العبثي ده، وهو قاعد في عزلة قاتلة رافض يسمع أي حاجة عن السياسة أو حتى عن الحب. كان عندنا واحد اسمه أوركاديو التاني، وده واحد من الأحفاد. أنا عارفة إن انتوا هتتلخبطوا في الأسامي لأن العيلة كلها بتسمي اسمين بس بيتكرروا على مدى قرن، أورليانو وأوركاديو، زي محمد وأحمد عندنا. السنين بتعدي والقرية بتتغير، بس بتفضل الأسماء هي. كل طفل جديد بيتسمى على حد قديم كأنهم مش قادرين يهربوا من الماضي، وكأن مكتوب على كل واحد يبقى اسمه أركاديو يبقى عنيف ووحيد، وكل واحد اسمه أورليانو يعيش في الحلم وفي الخيال. في وسط العيلة دي وفي فترة من الفترات يعني ظهرت بنت اسمها ريميديوس. ريميديوس كانت جميلة جدا، جميلة بشكل مش عادي. جمالها كان غريب، يعني تقدر تقول كده جمال قاتل. كان كل ما في راجل يحاول يتقرب منها أو يبدأ إنه هيرتبط بيها ويتجوزها، الراجل ده يموت في حادثة غريبة. لما بدأت الناس بقى تخاف منها ويقولوا عليها إن هي مجنونة، وهي كانت عايشة يعني مكبرة وما بتسألش في الكلام ده كله. وبعد أحداث كتيرة هتكون موجودة في الرواية هنلاقي إن ريميديوس كانت قاعدة في البيت وبتشتغل بتطبق الغسيل كده وفاتحة الشباك والستارة نازلة والدنيا هادية، وفجأة في نسمة هوا شديدة بتدخل من الشباك، وبنلاقي ريميديوس طلعت مع الهوا بنفس الستارة اللي كانت على الشباك وبتطير لفوق لحد ما تختفي من السماء. هتقولي ايه بقى قصص الساحرات دي؟ هقولك هو ده سحر ماكوندو وسحر أدب ماركيز اللي بيمزج بين الواقع والخيال بشكل جميل. الناس قالت خلاص ارتحنا منها ومن لعنتها، لكن الحقيقة ان عيلة بونديا فقدت حاجة حلوة فيها قوي، الحاجة اللي كانت مختلفة اللي ما كانتش متكررة، وهم كل حياتهم عبارة عن تكرار، وده كان يعني زي مؤشر كده للنهاية. طبعا كل الأحداث اللي احنا بنحكيها دي بسرعة هي في الحقيقة بتاخد سنين وسنين، لكن احنا بنلاحظ ان في خلال كل السنين اللي عمالة تعدي دي مفيش حد بيموت في ماكوندو، مفيش سيرة عن الموت أصلا. الناس في ماكوندو عايشة، الزمن ماشي ومفيش حد بيموت فعلا. القرية لسه جديدة والعيلة بتكبر جيل ورا جيل، كأنهم محبوسين في دايرة زمنية ما بتنتهيش، حياة من غير نهاية لكن كمان من غير أي تجديد. الناس بتتعب وبيجيلها أمراض وبتتألم، كل حاجة عادي لكن بتفضل عايشة كأن الزمن رافض إن هو يتحرك. أول موت حقيقي فعلا في الرواية لما بيموت ملكيادس اللي هو الراجل الغجري، لما اختفى فترة طويلة وبعد كده ظهر جثمانه في المية مستغربة، بتشوف الموت قدام عينيها متجسد، وأول حد بيموت في ماكوندو. بعد موت ملكيادس العيلة بدأت تواجه الحقيقة اللي هربت منها، وهي إن في حاجة اسمها فناء وفي حاجة اسمها موت. لكن الغريب إن كل جيل كان بيتعامل مع الموت بطريقة مختلفة. في حد كان بيحاول يتجاهله تماما زي أمارانتا اللي كانت بترفض سيرة الموت تماما. كان في حد بيحاول يفهمه بشكل علمي زي خوسيه أركاديو اللي اتجنن وهو بيدور على سر الخلود والموت والحياة، وكان في ناس بتشوفه قدر حتمي لازم يقبله. الموت في الرواية هو الوجه التاني للعزلة، كل واحد بيموت وهو وحيد لأن العيلة ما قدرتش تكسر اللعنة اللي حبستها في دايرة الزمن. حتى أورسلا اللي عاشت أكتر من 100 سنة
فضلت هي اللي صح، هي اللي موجودة وواعية وبتشوف الزمن بيلف ويتكرر لحد ما هي ما بقتش عارفة مين ابن مين. ماركيز عايز يقول لنا إن اللي بيعيش معزول بيعتبر كده كأنه ميت، بيموت قبل الموت الحقيقي ما يجي، وإن الموت الحقيقي مش هو إن الجسد ينتهي أو يموت، الموت الحقيقي هو العزلة، إنك تبقى لوحدك حتى وإنت وسط ناس كتيرة. سبب إن العيلة كلها انتهت لما وصلت للنقطة دي لأنهم عاشوا 100 سنة من العزلة، وفي الآخر ما فضلش منهم غير الريح اللي مسحت وجودهم. وهنا تاني ماركيز بيأكد إن العزلة والموت وجهان لنفس العملة. بعد الأحداث الكتيرة دي بنلاقي إن الدنيا بتبقى وحشة قوي في قرية ماكوندو، تبدأ الدنيا كده تضلم وبتبدأ العيلة تنحدر وتنتهي، والمدينة كلها بتغرق في العزلة والضلمة، لدرجة إن في مطر بيستمر لمدة 4 سنين. أيوة ما تستغربش، ما ده عالم ماركيز بقى، مفيش فاصل بين الحقيقة والخيال. آخر 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 جيل من عيلة بونديا لقوا نفسهم لوحدهم في بيت كبير كله أشباح لناس عدت من الماضي وذكريات، لكن رغم كده محدش فيهم أبدا اتعلم من اللي قبله. آخر واحد عندنا كان اسمه برضو أورليانو، ده لقى مخطوطات قديمة، المخطوطات دي كان كاتبها الراجل الغجري اللي هو ملكيادس، كانت مكتوبة بلغة محدش عارفها، فقعد يفك طلاسم المخطوطات، وفي اللحظة دي بيفهم ايه السر وبيعرف ايه اللي حصل. هنا كده في بيت قديم في وسط القرية اللي ما بقاش فيها حياة ولا ناس رايحة ولا ناس جاية، أورليانو قعد بيقرأ المخطوطات دي اللي كانت عمرها 100 سنة. الورق كان أصفر والكلمات غامضة لأن المخطوطة أصلا موجودة من البداية، لكن محدش عارف يقرأها ولا يفهمها. فيها عن البداية خالص بتاعت ماكوندو، عن جده الكبير خوسيه أركاديو اللي اتجنن وهو بيدور عن المعرفة، عن كل واحد جه بعد كده وفضل يحارب العالم وعشان يهرب من نفسه، عن كل قصص الحب اللي حصلت وكانت الأخطاء اللي قررت فيها، وعن كل لعنة اتولدت في قرية ماكوندو. ساعتها قدر يفهم إن الحكاية مش بس تاريخ، دي دايرة، الدايرة دي كان كل واحد فيهم عايش نفس المصير، ومحدش أبدا بيفكر يكسر الدايرة دي حتى يغيروا الأسماء. كل ما بيقلب صفحة كان بيلاقي الزمن بيبقى أسرع لحد ما وصل لآخر صفحة. آخر صفحة لقى مكتوب فيها وبتقول إن أورليانو الأخير وهو بيقرأ المخطوطات دي هيكتشف إن هو نفسه كان آخر سطر في القصة، يعني ده آخر أورليانو في العيلة خلاص. ساعتها وبعد ما قرأ السطر ده بنلاقي كده في شكل خيالي كل حاجة بتبدأ تنهار، الريح بتقوم بقوة، البيوت كلها بتتكسر، الأصوات كلها بتختفي، وفي لحظة واحدة ماكوندو بتتمسح من الوجود، زي اللعنة كده اللي بتيجي لأي قرية وتشيلها كعقاب ليها. كانت حلم وحد صحى منه متأخر. هنا بيقول لنا إن الشخص اللي مش بيتعلم من تاريخه بيفضل يعيش نفس التاريخ ده لحد ما ينتهي، لو ما اتعلمش من أخطائه هيفضل لحد ما الأخطاء دي تقضى عليه تماما. المخطوطة دي مش نبوءة ولا كتبتها عرافة، المخطوطة دي كانت مراية، مراية بتعكس الواقع، وإن النهاية ما بتبقاش مكتوبة بشكل قدري، لأ، إحنا اللي بنكتبها بإيدينا من أفعالنا ومن تصرفاتنا. صحيح ماركيز هنا كان بيحكي عن بلد خيالية اسمها ماكوندو وعن عيلة محددة اللي هي عيلة بونديا، لكن هو كان يقصد العالم كله، وكان يقصد كمان بالتحديد تاريخ أمريكا الجنوبية كله. كان بيتكلم عن الناس اللي بتعيش في عزلة وتفتكر إن هي بتحمي نفسها، الناس اللي مش بتتعلم من الماضي ومش بتفتح قلبها للحاضر، اللي بيفتكروا إن في العزلة حماية، والحقيقة إن العزلة المتكررة في الآخر بتتحول للعنة. العزلة دي سواء كانت جغرافية زي إن تبقى مدينة معزولة، أو تبقى عزلة شخصية زي عيلة تعزل نفسها تماما، بيترتب عليها إن بيبقى في نوع حالة من الجهل، ومحدش بيتعلم من اللي فات، وبنكرر نفس الأخطاء عبر أجيال كتيرة جدا لحد ما بتوصل العيلة لنهايتها المحتومة. الرواية دي اتحولت لفيلم وكمان مسلسل على نتفليكس،
الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا كنت الفيلم بالنسبة لي أفضل، لإن المسلسل اللي على نتفليكس بصراحة كان مغيّر القصة جدًا ومفرّغها من محتواها الحقيقي. لو أنت عايز تستمتع فعلًا بالرواية بتقرأها في الكتاب، وبتبقى مركّز جدًا لإن الأسماء بتتكرر والأحداث على مدى 100 عام. الحلقة عجبتكم ما تنسوش طبعًا الاشتراك في القناة واللايك والcomment، وتقول لي إيه اللي عجبك في القصة، أو إيه اللي ممكن نتكلم عنه تاني في أدب جابرييل غارسيا ماركيز. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.